السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تشعر أن حياتك مشتتة؟ قوائم مهام هنا، ملاحظات هناك، وأفكار تضيع في الزحام؟ أهلا بك، أنا من قناة رتب حياتك. في هذا الفيديو سأريك أداة واحدة فقط ممكن تغير حياتك وتنقلك من الفوضى إلى الوضوح. إذا ما هو نوشن؟ نوشن ببساطة هو مساحة عمل ذكية تجمع كل أدواتك في مكان واحد. ملاحظاتك، مهامك، جداولك، ملفاتك، كلها منظمة داخل صفحة مرنة وسهلة التخصيص. تعالى تخيل معي إن عندك دفتر ملاحظات خارق تقدر تصمم فيه كل شيء على طريقتك، من جداول أسبوعية تقدر تتتبع من خلالها عاداتك ومهامك، لنظام مالي تقدر تتبع من خلاله مدخلاتك ومصروفاتك وحسابها شهريا كمان، وحتى بناء نظام لتتبع المشاريع وحساب مدى تقدمها خلال كل مشروع. لماذا يستخدمه الملايين؟ نوشن يجمع كل شيء أمامك بواجهة نظيفة ومنظمة، كل شيء في مكان واحد بدل التنقل بين تطبيقات كثيرة. قابل للتخصيص بالكامل، كل صفحة، كل جدول، حتى الألوان، أنت من يصممها حسب حياتك وأهدافك ورغباتك. موضوع بسيط تماما، وبإذن الله خلال السلسلة هنتعلم إزاي نعرف ننزل التطبيق، إزاي نعرف نعمل صفحة جديدة، إزاي نعرف نعمل متتبع للمهام، إزاي نعرف نعمل متتبع للعادات، إزاي نعرف نعمل متتبع للمشاريع، عمل جداول للمذاكرة. حرفيا نوشن تعرف تعمل عليه عدد لا نهائي من الصفحات، كل صفحة بفكرة، حتى الصفحة نفسها ممكن تعمل فيها صفحات فرعية بأفكار جديدة. مجاني وسهل التعلم، النسخة المجانية تكفيك تماما لتبدأ بناء نظام حياتك الكامل. أول ما تفتح البرنامج هتلاقي مجموعة من الصفحات الجاهزة اللي تقدر تستخدمها لو حابب، بس كده كده احنا هنتعلم مع بعض ازاي نعمل صفحات جديدة علشان نحقق الأهداف اللي احنا عاوزينها. خلينا نجرب نعمل قائمة مهام مثلا to do list. هنعمل هاشتاج to do list، هنختار القائمة، ومن ساعتها نقدر نكتب أي حاجة احنا عاوزينها حرفيا. المهام اليومية بتاعتنا ده شكل مبدئي بسيط هنكتب فيه مثلا المهام اللي احنا عاوزين نعملها النهاردة. عندك مثلا الصلاة، التدريب، المذاكرة، النوم 8 ساعات، مجرد مهام فرعية كده بس نجرب بيها. تعالى نعمل مثلا تيبل، ودي اللي هيبقى أغلبية الشغل بتاعنا عليها علشان هي دي تعتبر الداتا الأساسية للصفحات بتاعة نوشن. هنقول مثلا إن الهدف من التيبل تتبع المهام الأساسية بتاعتنا. هنسمي العنوان بتاعها جول أو هدف على حسب ما أنت حابب. بعدين مثلا نعمل خانة جديدة هنحط فيها التاريخ، نقول مثلا تاريخ البداية، هنختار الديت. بعدين هنعمل الحالة إذا كنا بدأنا مثلا أو لسه ما بدأناش، خلصنا العادة دي ولا لسه ما خلصناش، وصلنا لفين يعني بالنسبة للعادة دي بالنسبة للمخطط بتاع حياتنا. الموضوع بسيط، أول مرة بس هتبتدي تدخل البيانات بتاعتك والداتا اللي أنت عاوز تبقى تشتغل عليها بعدين، وبعد كده كل حاجة بتبقى ماشية تلقائي. تعالى نعمل تشيك بوكس اللي هو هنعمل فيه علامة إذا كانت المهمة دي تمت أو لسه. تعالى نقول مثلا أول مهمة لينا، هنقول مثلا مذاكرة محاضرة اليوم، والتاريخ هنقول النهاردة، الحالة انتهت. بعدين هنعمل علامة على الشيك بوكس إن الموضوع انتهى. تعالى نكتب مثلا حكمة خاصة باليوم، هنقول إن الفوضى تسرق طاقتك بصمت، بينما التنظيم يعيدها إليك مضاعفة. وزي ما اتعلمنا تقدر تغير اللون براحتك باللون اللي انت عاوزه عشان تخلي الحكمة واضحة مثلا. وإذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن الفيديو القادم هيكون عن كيفية تحميل برنامج نوشن وبناء أول صفحة لينا بإذن الله.